أهلا بكم يا مرعبين في تجارب حقيقية جديدة. والتجارب النهاردة يا جماعة هي خطيرة شوية، وعشان كده النهاردة مخصوص التجارب مش أنا اللي هحكم عليها، انتوا اللي هتحكموا عليها طبعا كلها. وطبعا أنا هسيبكم أول تجربة تقولي حقيقية أو غير حقيقية، وده هتبقى كلامكم انتوا في الكومنتات. أنا عليا أقول التجارب المرعبة يا مرعبين الحقيقية والغير حقيقية، وانتوا اللي هتحكموا في الوقت ده على اللي باعت التجربة ان شاء الله. وبرضه لو انت عندك تجربة عاوزنا نقولها في فيديو زي اخواتك هتشرحها في كومنت على طول، وانا هاخد الكومنت بتاعك هقول التجربة في الفيديو وهينزل، وانتوا بتحكموا على بعضكم. خد اول تجربة معانا. سارة بتقول: كنت دايما يا مرعب بروح المقابر انا وماما يوم الخميس. وطبعا انت عارف في ناس لا عادات تاني ايام غير دي، بس احنا عندنا في بلدنا بنروح الحريم الستات يعني يوم الخميس والرجاله يوم الجمعه. فانا كنت دايما اروح انا وماما يعني بعد الاسواق والكلام ده، فبضطر بقى بعد ما بنتسوق وبنتغدى وكده واللي ورا حاجه بيعملها بنروح نزور في المقابر. فكنت معديه في المقابر في شارع عادي، في مقابر كبيره طبعا عندنا. فانا ماشيه يا مرعب، فلقيت ست كبيره قاعده زي نظام شحاته جنب القبر اللي انا هقرا عليه الفاتحه، بس هي قاعدة على حجر مربع. بس هي بقى ايه يا مرعب، هي مش طايرة، هي مش قاعدة، هي طايرة على الهوا. في بينها وبين الحجر اللي هي قاعدة عليه جنب القبر يجي 15 سنتي بينها وبينه، قاعدة على الهوا. فضلت اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واغمض عيني وانا معدي من قدامها. طبعا انا بتكلم بلسانها، انا اسف، بس هي بتقول لي انا بغمض عيني وماشيه من قدامها وخايفه مرعوبه جدا. فلحد ما عديتها ببص ورايا ما لقيتش حد، مشيت شويه ببص تاني لقيتها موجوده. كنت هتجنن. فرحت لامي، طبعا كانت بتملى جيركن ميه من عند باب المقابر الاساسي هناك في حنفيات عموميه، كل اللي حابب يملى ميه يسقي زرع في المقابر الصبار الكلام ده. جريت على ماما هناك كانت بتملى جيركن ميه، قلت لها 1 2 3 يا امي، جت معايا عشان تشوف. ما لقيتش الست. خلاص الشوارع عندنا كبيره، فالتوك توك اللي كان بيوصلنا او الموتوسيكل او اي حد جاي معانا كان بيقدر ان هو يخش لحد التربه جوه، لحد التربه اللي انا هقرا عليها الفاتحه. يعني مش لازم انزل اسيب الحاجه اللي انا راكبها بره واخش، لا بتوصلني لحد المكان اللي انا عاوزاه. فماما دخلت ما لقيتش الست، راجعين بالتوك توك نلاقيها قاعده زي ما انا قلت لك في الاول. قالت لولد صغير كان سايق التوك توك: اجري 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 اجري. بنبص لقينا الست اللي كانت قاعده على الحجر بينها وبين الحجر 15 سنتي وطايره على الهوا، وهي قاعده على باب المقابر. واحنا طالعين لقينا عينيها حمرا جدا، العدسات مش عينها ذات نفسها، وتحس ان طالع منها شرار يا مرعب. فكنا هنتجنن. جرينا من ساعتها وانا ما رحت زرت المقابر يا مرعب. تقدر انت ولا المشتركين اللي عندك، الناس اللي بتسمعك، تقدر تحكم ايه اللي حصل معانا يا مرعب؟ احنا كنا هنتجنن. ودي كانت نهاية قصتها سارة، وانتوا اللي هتحكموا برضو في الكومنتات هل التجربة دي حقيقية ولا غير حقيقية. هناخد تاني تجربة معانا. محمد من الفيوم بيقول: اللي هحكيه يا مرعب ولا متابعينك هيصدقوا ولا انا مصدقه انه ده حصل معايا، لان انا كنت هتجنن يا مرعب. اسمع قصتي وبرضو انت بتقول الحكاية دي الناس بتحكم، والناس اللي هتحكم عليا اذا كنت صادق ولا كذاب. المهم يا مرعب ان انا كنت شغال في مصنع كبير على طريق الفيوم، والمصنع ده كان جنب ده، يعني كان جنب جيش من الجيوش بتاعتنا اللي في مصر، ربنا يبارك لنا فيهم. طبعا كان جنب جيش المصنع وانا كنت شغال. فطبعا انا في اوقات كنت بسمع صوت رصاص بالليل للعساكر وهي بتتمرن وده 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 وده. فالمهم انا جيت من هنا لهنا، كنت متعود في المصنع. جيت في يوم كان عندنا ضغط شغل وكنا مضطرين ان احنا نسهر وقت زياده علشان نقدر ان احنا نطلع كميه الشغل اللي مطلوبه. وطبعا كانت شركه كبيره، كان المصنع ده اصغر فرع فيها اصلا، وانا طبعا عشان كنت قديم فيه بس ما كنتش ببات فيه، قديم فيه بس ما بيتش فيه، بقالي يعني اكتر من سنتين شغال فيه ما بيتش فيه خالص يا مرعب. فدلوقتي يا مرعب انا لما جيت ابيت اول يوم في المكان، طبعا حسيت بسخونه شديده، حاجه بتعدي من جنبيها سخنه. طبعا انا لا شايف، طفوا النور ونايم ومفيش اي حاجه، بس بحس. شفت انت لما تبقى نايم والجو بارد جنبيك وحد يشعل النار جنبيك يخلي الجو يبدا يسخن واحده واحده لحد ما درجه النار السخونيه جامد تصحيك من النوم جنبيك؟ هو ده بقى اللي حصل معانا بالظبط.
انا كنت نايم وجنبي صديق ليا مبيت معايا ومسهرين في الشغل. فجأة نلاقي سخونية واصوات غريبة وبتقول روحوا ما تقعدوش، روحوا ما تقعدوش. مرة صوت ست بس غشيم، ومرة صوت راجل، ومرة نسمع في آخر الطرقة للمصنع أطفال بتبكي بصوت غريب وهستيري جامد، لدرجة إنه مرعب قوي يا مرعب زي ما أنا بقولك كده. رحنا سيبنا المكان. طبعا المصنع كان أكتر من دور، مش دور ولا 2 ولا 3، كان 4 أدوار، وإحنا كنا في الدور الأول. نزلنا للدور الأرضي تحت، قاعدين قدام باب المصنع عاوزين ننام، مش قادرين، عايزين ننام ساعتين، احنا مطبقين وهنقوم نسهر تاني. معرفناش. صديقي قال لي انا مش مرتاح، الحاجات اللي انا بسمعها والسخونيه دي انت اكيد عارف ان ده اكيد جن، والمكان ده في حاجه مش طبيعيه، ولازما لا اما نيجي فيه بالنهار لا اما اصلا ما نجيش فيه تاني. لو اعرف كده ما كنتش اشتغلت ولا شهر ولا 2 معاك. قلت له صاحبي اهدى وما تخافش، وصاحبي كان متوتر جامد وكان ناقص يعملها على نفسه يعني يا مرعب. فالمهم يا مرعب فضلنا قاعدين وسامعين صوت الاصوات جوه. تقدر يا مرعب انت ولا المرعبين اللي معاك تفصل لي ايه اللي كان بيحصل معانا ده؟ طيب انا هسيب الناس هي اللي هتفصل لك في الكومنتات هل اللي انت حكيته كله حقيقي ولا غير حقيقي. وتجربتنا التالتة مع بنت بتقول يا ريت ما تقولش اسمي يا مرعب واحكي قصتي بس. وانا حاضر هحكي قصتك بس. وهي بتقول يا جماعة دايما وانا في البيت يا مرعب كنت ببقى واقفة في المطبخ بقطع قوطة مثلا، بطبخ، بعمل اي شيء، فجأة اسمع حاجات بتكسر لما اسيب المطبخ واخرج. الاقي خيال على باب الحمام على الازاز كده انا شايفاه من جوه، ومستحيل ده يكون بني ادم، مفيش بني ادم هيبقى طول الحمام لدرجة ان دماغه او بالعربي رقبته كلها بدماغه تبقى ظاهرة من ورا الازاز زي الخيال، وانا في الشقة لوحدي ومتأكدة ان مفيش حد. فهل ده ايه؟ ده اول شيء. كنت اعمل الاكل في المطبخ، اخش الاقي الغاز مطفى عليه، افكر ان الانبوبه فضيت، اجي عشان اغير الانبوبه عادي الاقي الانبوبه لسه تقيله وفيها غاز كتير. كنت بقلق يا مرعب. بدات يا مرعب ان انا اشوف خيالات في البيت، بس الحاجات دي ما بشوفهاش الا وانا لوحدي في البيت. طول ما في حد معايا في البيت مفيش الكلام ده، لدرجه انه كنت لما بحكي لاهلي يا مرعب ما كانش بيصدقوني لان انا بشوف لوحدي. لحد ما امي شافت يا مرعب، وامي كانت واقفه في المطبخ وبرضه بتغسل المواعين، وفجاه تلاقي سخونه ورا في ظهرها. حست ان في حد انا معاها، انا اللي واقفه ولا حاجه، فبتبص مش لاقي حد، وفي سخونه شديده مش سخونه بني ادم دخل عليها المطبخ او جنبيها. فقعدت تستغفر وتتشهد تقول هو كلام البنت صح، هو في ايه انا لازم اجيب شيخ للبيت. ومن ساعتها يا مرعب واحنا اصلا سيبنا الشقة، لان اللي حصل تاني يوم ولا يتوصف. لان المطبخ كله متكسر، واوضه النوم المرتبة فيها حروق في القطن من جوه وما فيهاش خطوش ولا قطوع من بره، والشياط كان في المرتبة من جوه. وحصل معانا اللي فوق الرعب بشوية يا مرعب. فانت ممكن تقول لي ايه اللي كان بيحصل معانا؟ على فكرة يا مرعب احنا تالت يوم سيبنا الشقة ما استنيناش من الرعب. الرأي هيبقى رأي المتابعين والمشتركين، هم اللي هيقولوا التجارب دي حقيقية ولا لأ. ودي كانت نهاية حلقتنا النهاردة. وكل المرعبين وكل اللي بيحبونا لا ينسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل القصص المرعبة الجديدة. ولو انت عندك قصة او انت عندك قصة ما تبخلش علينا، سيبها في كومنت وبرضه هتسمعها، لو باسمك ماشي بغير اسمك ماشي. وبإذن الله هيبقى في إحساس أكتر من كده في القصة، لدرجة إن انتوا هتسمعوها هتحسوها إن هي بتحصل معكم دلوقتي في الواقع. بإذن الله هيبقى في إحساس أحسن من كده وبتفاعلكم معانا بإذن الله. ودي نهاية حلقتنا وهستنى كومنتاتكم. سلام عليكم يا مرعبين.